هذا لبسك هسه يليق بيك؟ انت لابس هذا انت كمحامي يليق بيك تلبس هيك تطلع للشارع؟ طالعين من البيت يعني، هو الشورت عادي حريه شخصيه. لا انت طالع من البيت بعدين الشورت هي حريه شخصيه يعني. قضيه الحريه الشخصيه تحديدا بالعراق مفهومه بالغلط. شلون عرفت ما ضار احد وانت مطلع كل رجليك؟ انت تعرف اكو بيه النساء يتقززن من يشوفن الرجل بهذا المنظر لو ما تدري؟ يعني انت جاي تاذيهن بهذا ملبوسك. يا حبيبي ارتقوا شوي، ادري يلبس هيك وين ذوقه؟ بشرفك انت من تلبس برموده وتروح للسوق، تلبس برموده وتفتر بالمنطقه، انت وين ذوقك؟ انت تدري قله ادب واخلاق هاي لو ما تدري؟ ما ضار احد. لا انا الذابحين بالحريه الشخصيه. مثلا هو يجي يطق النقاسه على الوادم ويطفرها على الناس ويقول له والله حريه شخصيه. انتم فاهمين الحريه الشخصيه بالغلط، ترى رايحين بها زايد، ساحقين على الترابي. عم خلوا لكم اخلاق، خلوا لكم تربيه، عكسوا تربيتكم على سمعه اهلكم. هو العتب مو على الابن، العتب عن الاب عن الام من تشوف ابنها يطلع بهيش ملابس. وحق ربك انا مره ابني بعده طفل عود يعني مو عمره 16 سنه، لقيته شفته نزل من السياره رايح للسوق ببرموده، قلت له بالحسين بعد اللي لبست برموده وطلعت الا ما شققها على جسمك وطلعك عريان. تحجون صدق انتو؟ الاب وين دور الاب بالموضوع؟ حريه شخصيه. انت الاب الام نشوف ابنك ايش طالع انت ما تصيح عليه؟ مو هذا تربيته؟ هاي هذا المنظر يعكسها عليكم، على تربيتك يعكسها يا حبيبي. حريه شخصيه.